انا عارف انك احترت تشتري انه نوع خيط اسنان، الشمعي ولا الغير شمعي ولا المبطن ولا اللي بنكهه. تعال اقول لك الفروق ما بين خيط الاسنان المختلفه وانت هتعرف بالظبط ايه النوع اللي ينفع تستخدمه. وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع فرشه الاسنان ان مفيش فرشه مناسبه للجميع، برضه خيط الاسنان مفيش نوع خيط اسنان مناسب للجميع. اختيارك لخيط الاسنان بيعتمد على حاجات كتير، منها شكل اسنانك والمسافات اللي ما بينها ومدى راحتك في استخدام الخيط ده. واول نوع من انواع خيط الاسنان هو الخيط الشمعي، وده من اسمه مبطن بطبقه شمعيه فبيتزحلق بسهوله ما بين الاسنان والضروس. فلو انت لسه في البدايه في استخدام الخيط او حاسه بيمسك منك ما بين الاسنان والضروس فالنوع ده مثالي ليك انك تبدا بيه. والنوع اللي بعد كده من خيط الاسنان اللي هو بدون شمع، وده بينظف كويس جدا لكنه احيانا ممكن يتقطع او يمسك ما بين الاسنان والضروس وانت بتنظف، فهو مناسب اكتر للي متعود يستخدم الخيط وبيعرف يستخدمه كويس جدا، فما انصحش مبتدئ يبدا بيه. ثالث نوع هو الدنتال تاب او الخيط العريض، وده اكبرهم من ناحيه العرض، وده ينفع تستخدمه لو حسيت ان الخيط العادي بيجرح اللثه او مش مريحك في استخدامه. النوع الاخير من انواع خيط الاسنان الانواع اللي بنكهات زي النعناع، وده مش مختلف خالص على الانواع اللي قبل كده في التنظيف الا انه بيديك احساس بالانتعاش وبيخلي التجربه الطف، خصوصا لو انت بتزهق بسرعه او ريحه الفم عندك مش الطف حاجه. والخلاصه بتقول ما تشتريش خيط الاسنان الاغلى حاجه، اشتري خيط الاسنان اللي يخليك تستخدمه باستمرار. ولو انت مبتدئ او حابب تبدا في استخدام خيط الاسنان ابدا بالخيط الشمعي او الخيط اللي بنكهه، هيحببك في استخدامه وهيخلي تجربتك معاه لطيفه. ويلا بينا على اللايك والسيف والشير، اعمل لايك للفيديو، احفظه عندك، شاركه مع كل حبايبك واصحابك، واعمل لي فولو عشان هفيدك. سلام.